ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهو سبحانه أقرب إلى من دعاه من حبل الوريد. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا رسول الله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اتسع والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سبت وتزينت بزراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ودعاك لقربه وحماك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هداك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تسمع الكتاب في معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وارض اللهم ربنا عن سيدي صاحب هذا المقام سيد العارف بالله وعن أولياء الله الصالحين أجمعين في كل مكان. أما بعد، فيا عباد الله، إن الدين الإسلامي هو دين يجمع ولا يفرق، هو دين يوحد ولا يشتت، هو دين الرحمة والألفة والمودة وحب الخير للناس جميعا، حيث يقول تعالى: وقولوا للناس حسنا. هو دين ينهانا عن الإيذاء، حيث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فما هي بعض صور الإيذاء حتى نجتنب هذا الإيذاء؟ من أشد أنواع الإيذاء، بل ومن أخطر الإيذاء الذي يكون باللسان. اللسان، نعم، إن للسان جنايات كثيرة، منها الكذب والغيب والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاء الجسد تكفر اللسان. أعضاء الجسد تكفر وتخضع للسان، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمنا وإن اعوجينا. أعضاء الجسد جميعا تقول للسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمنا
لئن اعوججت اعوججت. إن للنساء جنايات كثيرة، وإن للنساء إيذاء كبير لعباد الله. من هذا الإيذاء الغيبة. ما هي الغيبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة وهي ذكرك لأخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد غضبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فهمته، أي فقد قلت قولا وبهتانا عظيما عليه. هذه الغيبة. ثم ما هي جنايات الإنسان؟ كذلك النميمة. النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لمام. كذلك من صور الإيذاء، وهي وللأسف منتشرة في المجتمع، إيذاء الجار لجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.